السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب كده تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص قرب على الأبواب، ويا رب كده يكون رمضان خير وسعادة عليكم يا رب العالمين. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة كده بديل الديك الرومي. العزومات طبعا هتبقى في رمضان كتير ان شاء الله، ولو حابة تعملي على سفرتك حاجة تبقى مميزة ونفسك تعملي ديك رومي، هنجيب مع بعض ديك بلدي مش ديك رومي، هنعمل بيه الديك بتاعنا الجميل ده اللذيذ ده، هيشرفك جدا في العزومات. تعالوا نشوف عملناه ازاي وازاي يطلع معانا باللون الاحمر الجميل ده. كل التفاصيل ان شاء الله تعرفوها معايا في الفيديو. تابعوا بس الفيديو للاخر وهتعملوا مع بعض، هنعمل مع بعض احلى ديك رومي او ديك بلدي ممكن تجربيه في رمضان ان شاء الله. شايفين قد ايه شكله حلو؟ ما تنسونوش بقى في اللايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وان شاء الله نحاول نبقى موجودين مع بعض طول شهر رمضان. تعالوا بينا نشوف احنا عملناه ازاي. اول حاجه زي ما قلت لكم، انا حبيت ان انا اعمل ديك الرومي دلوقتي سعره غالي جدا، فجبت ديك بلدي حوالي بالظبط كده كان وزنه 2 كيلو ونص. ديك بلدي بيبقى فراخ، بتبقاش بلدي، بتبقى فراخ يعني نوع تاني بيبقى عامل زي ديك الرومي كده. تمام، غسلته كويس جدا بالدقيق والليمون والملح عشان الزفاره وكده، وبعد كده حضرت هنا بصلايه مبشور حاطط عليها ملح وفلفل، والتوابل بتاعتي تعالي بقى مقلوق التوابل بتاعتنا بابريكا وتوابل فراخ وتوم باودر بصل باودر وسبع بهارات وملح وفلفل بس. تمام. عندي هنا عصير طماطم او صلصه صلصه عاديه من غير بصل ولا اي حاجه. هقلب كل المكونات بتاعتي دي، وبعد كده هجيب الديك بتاعي هتبل بيه كده الديك من جوه ومن بره ومن تحت الجلد تماما، بس هقلب كده الخلطه كويس. عايزه اقول لكم الموضوع سهل جدا، ولو انت عايزه تجيبي ديك كده في رمضان في اي عزومه هتعمليها ان شاء الله، ومش معاكي مقدره تجيبي ديك رومي، ممكن تجيبي الديك البلدي ده. هو مش سعره بيبقى غالي قوي، طبعا كل حاجه دلوقتي غاليه جدا، فممكن هتجيبيه في حوالي 250 جنيه. تمام. تبلته كويس جدا قوي كده. لو عندك كيس حراري هتحطيه فيه، وبعد كده لما يطلع ويستوي هنحمره. انا ما عنديش، جبت حله عاديه خالص، احط فيها الديك بتاعي وهسويه على النار، وبعد كده هقول لكم هنعمل فيه بعد كده. تمام. حاولي لو انت عندك وقت تتبليه قبلها بيوم، كل ما اللحوم عامه او الفراخ بتتبل قبلها بيوم بيبقى طعم اللحم بتاعها حلو قوي. خلاص، مش هحط له ميه ولا اي حاجه. لو حابه تعملي جنبه محشي او اي حاجه فيها شوربه، ممكن تحطي كوبايتين 2 ميه ننزل مرقه كده، وبعد كده تشيلي الديك بتاعك، هنكمل سواه في الفرن. خلاص. هقفل عليه كده بالغطا واحطه على النار. هو في العموم هو مش كبير او سنه مش كبير، قعد بس بالظبط نص ساعه، كان وزنه صغير. جبت معلقه زبده ومعلقه صلصه وشويه فلفل اسمر بس، وهدهن بيه الديك بتاعي. ما جبتش اكتر من كده. الطيور بالذات لما تعوزي تديها لون حلو، هي معلقه صلصه تكون حمرا كده ومعلقه زبده، وتحمريه بقى من كل الجناب، هيبقى لونه شكله حلو قوي في اللون اللي هيطلع معانا دلوقتي. خلاص. هقلبه على ظهر الاول، ما تحمريش الوش الاول عشان لو قلبتيه تاني على ظهره ما يبقاش يعني يتقطع منك من تحت وكده. سبت على الظهر بتاعي كده، وهبدا ان انا اتبله او ادهنه كده بفرشه بقى بمعلقه اللي موجوده عندك. هحمر على الوش ده وارجع تاني اقلبه اللمه التانية، واحمر على الوش التاني. لو عندك فرن بوتاجاز تحطيه كده في الشوايه بس، مش هتولعي القعر خالص، وهتقلبيه لما اللون ده يتحمر. تمام. زي ما قلت لكم، الزبده ومعلقه صلصه وشعرة فلفل اسمر فقط لا غير، مفيش اي حاجه تانية. ودهنته كده ودخلته الفرن، وكده شكله بعد ما طلع عايزه اقول لكم شكله روعه جميل جدا. يعني كده احنا ما يعني ما احترناش اهوت، ولما نعوز نعمل حاجه مثلا تشرفنا في العزومات وكده، بنجيب بديل حاجات تانية بتبقى شكلها جميل برضو وطعمها حلو قوي. عايزه اقول لكم روعه بجد، طعمه حلو جدا وشكله اجمل. ممكن تقدموا بقى جنبه شويه محاشي، ولو عندك عزومه تعملي شويه كفته وشويه سلطات، وتبقى اكله جميله قوي. اتمنى كده يكون الديك بتاعنا، الديك البلدي، عجبكم. متنسوناش كده في لايك وجربوه باذن الله. عايزه اقول لكم حلو جدا. تعالوا كده نشوف مع بعض قد ايه اللحم بتاعي مستوي. بصوا ابيض زي الفل كده، ما شاء الله. يلا، اسيبكم فيديو جديد، مع السلامه.